مساء الخير، معاك دكتور ويك. اعتذر ان انا اتاخرت شويه الفتره دي لانه في الوقت الحالي في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. الاغاني شويه قليله والمود ماشي بطيء شويه. الرابرز والارتستس حاليا في رمضان واخدين اجازه شويه. اتمنى ان انتم تكونوا بخير، واشكر كل واحد فيكم على وجوده معايا في القناه لحد دلوقتي. دوبامين عمر اي دافنشي من السودان، ارقى انواع الرابرز والهيب هوب ارتستس الموجودين في السودان وفي الوطن العربي. مؤخرا عمل حفله مع حليم في دبي، وكان فعلا ليها صدى قوي جدا، والاتنين انبسطوا بالاداء والجماهير انبسطت جدا بالاداء ده. بس انا النهارده مش جاي اناقش الحفله، انا النهارده جاي اناقش مبدا كلمه الدوبامين. ايه هو الدوبامين؟ الدوبامين بيتم افرازه في المخ لكل واحد فينا، وهو عباره عن مكافاه وتحفيز، سواء في المزيد من ان هو يكون المزاج احسن او يكون المزاج في حالة نشطة اكتر. بس دايما المتعارف عليه ان الدوبامين هو المسؤول عن تعديل او تحسين المزاج للانسان. بس ليه عمر او دافنشي عمل اغنية اسمها الدوبامين؟ دافنشي لما نشأ في السودان وكبر في السودان، من صغر سنه كان شايل هم ومسؤولية الاب والام، لان ابوه وامه من الطبقة العادية زي اي حد فينا، واي شاب سوداني بيحاولوا يدوله احسن تعليم، بالرغم من ان دخلهم كان محدود وما كانوش يقدروا على تعليم عالي. ولكن ابوه رفض وصمم انه يدخله مدرسة انترناشنال او عالمية عشان يحظى باحسن تعليم. وزي ما تقول كده، ده اللي سبب ديبريشن او احباط لدافنشي او عمر في الوقت ده. ويمكن لحد دلوقتي انه ازاي يقدر يرد الجميل اللي عانى ابوه وامه ان هم يستلفوا من كل الناس ويعانوا في حياتهم بس عشان يودوا ابنهم ان هو يتعلم في احسن مدارس انترناشنال ويحظى بمستقبل كويس. لما سألت دافنشي عن سبب تسمية اغنية دوبامين في حين ان عمر نفسه كان معرض للديبريشن او الاحباط، رد دافنشي وقال دوبامين كان يعني فيها انه انا لايك الدوبامين بالنسبه للي بيسمعني. he talks about يعني دوبامين وكده كيف بأثر على السعاده والألم. من الواضح ان دافنشي مصمم انه يرد للجماهير اللي بتسمع له المكافأة اللي ادوها له، ان هو يكونوا يساعدوه ويرفعوا من مستواه، لان هو فعلا تالنتد. لما كان بيعمل الاغاني في سيارة او في عربية ويرفعها على الاكونت بتاعه عشان يوري ان هو تالنتد في الكتابة وفي الراب وفي الهيب هوب. وقتها ما كانش دافنشي يقدر ان هو يسجل اغنية في استوديو، بس عملها مرة واحدة لما ابوه اضطر ان هو يستلف 500 ريال ويروح يسجل اغنية فقط واحدة لا غير. بس بعد كده اضطر دافنشي ان هو يكون كرييتيف، ان هو يستلف من صاحبه موبايل ايفون ويسجل في السيارة ويرفعها على الانترنت. تعالوا نسمع الاغنية. كلهم ميادين كانوا مساكين فيبقوا الشياطين تلعب على مين. عجبني دخلة دافنشي ان هو لابس اللبس التقليدي السوداني افتخارا باصله ومكانته، بالرغم من وصوله للمكانة العالية اللي هو وصل فيها لسه بيلبس اللبس التقليدي. بيقول على الناس اللي حواليه او الناس اللي هو بيشوفها بعينيه من جواه شايف ان هم مجانين، شايف ان هم بقوا شياطين من كتر ما اتجننوا. جني على يمين يؤثر على المشاعر والحركة والإحساس دوبامين 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 دوبامين. انتقاله من البيت الهيب هوب الهادي والديب دريل شوية للجيرزي بيت فجأة، دي مش سهل اي ارتست يعملها، لان هو ممكن يخسر فيها الشخص اللي بيسمعه او المستمع اللي منتبه، وفجأة تحول من الفايب الهادي اللي بيحاول فيه يديله دوبامين عشان يحس ان هو في مود احسن، فجأة يديله جرعة قوية جدا من الدوبامين عن طريق الجيرزي بيت. ايش في الامور السيزون حاجة لذيذة بس بور ما تكون في الفيزا، ما قصدي أغيظة القليل من القلق، لذلك سوف أقرأ الفلق. أروع عازم كنات معي طبق بطلنا الطبطبة. كانوا مساكين وفجأة بقوا شياطين. بتلعبوا على مين؟ أنا لسه عارف اللي فيها وعارف اللي أولها وعارف اللي في آخرها. لا أنا قديم قوي مع إني صغير. هو فعلا سنه صغير في السن، أنت بتتكلم في 23 سنة 24 سنة، ولكنه عقليا دافنشي عنده تقريبا 35 أو يمكن 40 سنة. القليل من القلق، عشان كده بدأت أقرأ سورة الفلق. هو ما عندوش أي مشكلة إنه يحط عبارات مع بعض ويركبها إن هي تناسب الموقف اللي هو فيه. بيقرأ سورة الفلق
I don't want you to look in my طبق. بحبكش تبص في أكلي أو لقمة عيشي. حتعيشوا صغار كله في متناول يديك كل ساكن في بغال حتشوفوا صغار أخوك زي الآلة الباقي نقل شوف لهم نقالة حتعيشوا أخوك زي الآلة الباقيين شوف لهم نقالة. لو تلاحظ إن هو الصوت بتاعه هادي عشان يديك إحساس الدوبامين، إحساس المود إن أنت تكون مبسوط أو سعيد انضخ في جسمك وفي دمك. ولاعبها بشكل حلو قوي لما بيغير ما بين لبسه التقليدي السوداني وفجأة يتحول يبقى لابس مودرن أو جانكستر شوية أو هيب هوب ستايل أرتست. يؤثر على المشاعر والحركة شوفوا صغالة والإحساس بالسعادة رجع تاني هدى البيت بقى، خدها من خلاص اداك الجرعة القوية، رجع هدى البيت على الفايب على الدريل الهادي. أنا فوق لين تحسب ناسا قاعد تجوز أنا ناسا شفت كيف السلاسل أنا فوق لحد ما تحسب إن أنا ناسا. أنا ناسا اللي هو الأناناس. بيلعب بالكلمات بسهولة جدا، وحتى قالك شفت كيف السلاسة. ما في بلنتي ألعب تماسا وصلت بدون خواسة أبقى ماري ودي ما تلقاه. الشوت اللي هو واخدها دلوقتي مش شايف حد حواليه خالص، كل تسليط الضوء على دافنشي بس، وده يمكن يدي ريفلكشن شوية عن حالته ووضعه الحالي، ان هو كل الضوء متسلط عليه، ودي حاجة بتحطه تحت ضغط وتحت ديبريشن. في نفس الوقت ما تنساش مسؤوليته اللي هو شايلها تجاه باباه ومامته اللي عايز يرد لهم الخير والجميل اللي عملوه معاه، بس مش عارف يعملوه ازاي. في وقت المغارب شايل كيسو في وعكاري قاعد تجوز أنا ناسا يؤثر على المشاعر والحركة والإحساس بالسعادة فجأة حول السين كلهم مجانين، عايز ياخدك في مود السايكو شوية، او ياخدك من الموقف العقلاني الطبيعي اللي انت بتشوفه عادي جدا فيه كعمر او كدافنشي، ان هو يصور لك حالته اللي هو شايفها من وجهة نظره الناس بقت عاملة ازاي. طبعا لما تكون برودكشن من ميدل بيست لازم تكون حاجه فخور بيها جدا، والميوزك والبيت والميلودي ملعوبه حلوه جدا من طرف دافنشي او من طرف ميدل بيست. النهايه انا اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، انا مستني اعمل حاجه جديده، وشكرا على الكومنتس من الكوميونتي سيكشن. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب ولايك، تعملوا شير للفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه.